ما انا هقول لك اهو، ناس كتير بتقول لك لو عربيتك دوت 3 ما تحطش دوت 4. وبعدين ايه حكايه بيكون حامي عليها ده؟ مفيش حاجه اسمها الدوت 4 حامي على دوره العربيه الدوت 3، لان الدوت 4 هيتعامل بنفس طريقه الدوت 3 بس بيستحمل درجه حراره اعلى قبل ما يغلي، وده في صالحك على فكره. الفرق الاساسي بينهم في نقطه الغليان. يعني ايه؟ يعني الزيت ده بيستحمل حراره قد ايه قبل ما يبدا يغلي ويتحول لبخار. اولا الفرق بين الدوت 3 والدوت 4، الاثنين زيوت فرامل هيدروليك جلايكول بيز، يعني اساسهم واحد تقريبا. الاختلاف الاساسي في نقطه الغليان، البولينج بوينت. دوت 3 نقطه غليانه حوالي 205 وهو جاف، و140 لو مبلل. الدوت 4 نقطه غليانه حوالي 230 لو جاف، و155 لو مبلل. وكمان الدوت 4 بيكون عنده قدره اعلى انه يقاوم الامتصاص السريع للرطوبه شويه عن الدوت 3، بس الاثنين كده بيجذبوا ميه، بيجذبوا الرطوبه. يعني لو الزيت غلى او وصل لدرجه الغليان هيبقى فيه هواء في دوره الفرامل، فهتلاقي دواسه الفرامل بقت طريه تحت رجلك والعربيه ما بتقف. ربنا يسترها عليك، اتنين ما لهمش امان. دوت 4 هنا احسن بكتير لان نقطه غليانه اعلى، يعني هيستحمل حراره اكتر قبل ما يغلي. طب بالنسبه للرطوبه، زيت الفرامل بيحب يشرب ميه من الجو مع الوقت، عشان كده اهم حاجه مش بس النوع، الاهم انك تغيره كل سنتين. يبقى خلاصه الكلام ايه؟ لو عربيتك دوت 3 ينفع تحط دوت 4، هيشتغل عادي وهيكون ابجريد مش ضرر، لكن العكس ما ينفع. والكلام ده من كتالوجات العربيات، اغلب الشركات بتكتب في الكتالوج دوت 3 اور دوت 4 عادي جدا. يعني ممكن فرامل عربيتك تعوم، مش عشان في مشكله في الباكم ولا في البست، لكن عشان زيت قديم شرب رطوبه وشرب ميه، بدا ان هو يغلي اسرع. عربيتك بتاخد دوت 3 ولا دوت